صباح النور على احلى دكتور. صباح الخير. بص يا دكتور، انا عايزه اخس وجربت كل الوصفات السريه واللي مش سريه، وزي ما انت شايف عامله شبه السيد قشطه. ايه ده؟ الصوت ده مش غريب عليا. لا يا دكتور، انا مش عفاف. ايوه صح كده، عفاف بتاعت حباية الريفو. ما خلص يا دكتور، خلي قلبك ابيض. انا غلطانه اني بحكي لك اللي حصل عشان ما تدينيش علاج غلط. يا سلام، وهي حباية الريفو هتعمل ايه يا عفاف؟ هتسد نفسك عن الاكل مثلا؟ يمكن، ليه لا. يا ريت يا عفاف تسد نفسك عن الاكل. بص بقى يا عفاف، من غير رغي ولف ودوران كتير، قولي عايزة ايه؟ عايزه اخس. بس كده سهلة، هتعملي دايت. لا يا دكتور، انا بحب الاكل قوي قوي. عايزه افضل اكل واخس ان شاء الله، حتى ابقى زي ياسمين صبري. نعم يما، ياسمين صبري؟ لا، هو انا شايف ان انت تدي على ياسمين عز احسن. ماشي يا دكتور. عندي دكتور صاحبي على اول الشارع بتاع سمنة ونحافة، روحي له وقولي له عايز ابقى زي ياسمين صبري وهو هيتصرف. لا يا دكتور، اتفقنا، ياسمين عز بقى. ماشي يا عفاف، يلا توكلي على الله. مش ده الدكتور فوزي؟ ايوه. رحت له وعمل لي نظام امشي عليه. ومشيتي عليه؟ لا يا دكتور، جيت امشي عليه اتزحلقت وقعت على نافوخي يا لهوي، انت ايه حكايتك مع الزحلقة؟ مش عارفه. المهم يا دكتور، خالتي ام امي خالتك؟ ام امك؟ دي تيجي ازاي دي؟ كانت دايما صحتها حلوه وتاكل مهما تاكل ولا بيبان عليها. اني يا دكتور لو شميت ريحه محشي ورق العنب اتخن. الله يسامحك، جريتي ريقي. انت ممكن تاكلي 5 صوابع بس بالكتير. 5 صوابع ايه يا دكتور؟ ده اني بسخن زوري بنص حله محشي. وعايزة تخسي؟ وما تقوليش بطلي اكل كتير، اتصرف يا دكتور. اتصرف اعمل ايه يعني؟ ده انت كده عايزة ساحر يا عفاف. وحياتك عندي رحت لساحر ما عملش حاجة. وبعدين؟ بنت عمة خالة ابوي دلتني على الشيخ ابو حديدة، قلت له عايزة اخس وابقى زي ياسمين صبري، قال لي لازم تجيبي قطر منها. قطرها ليه؟ هيعمل لها عمل؟ لا يا دكتور، الشيخ ابو حديدة مش بتاع اعمال. امال بيعمل ايه؟ بيوفق بين العفاريت في الحلال. يا عفاف ابوس ايدك انجزي. وعايز كمان من عند العطار ب10 جنيه رجل العفريت، وبطة بلدي فيها عرق انجليزي، وفرخة بتكاكي. ومش عايز معزة بتمقمق؟ لا يا دكتور، عايز وزة بنت بنوت. بنت بنوت؟ يكونش عنده ذكر وز وعايز له عروسة؟ لا، ادالي الاسياد. يعني بيعمل اعمال؟ امال يعني هيكون بيعمل شاي؟ انت بتهزري يا عفاف؟ وجبت شعرايه من ياسمين صبري؟ انا جايه لك في السكه اهو. عندي ابن خال بنت عمة ابوي شغال في كوافير حريمي في الاذاعه والتلفزيون. ومين بقى بتروح عنده؟ مين؟ ويزو؟ لا يا دكتور، ياسمين صبري. وخليته جاب لي خصله من شعرها، وحضرت باقي الطلبات وطلعت على الشيخ ابو حديدي. وبعدين اداني حجاب وقال لي بالله واشربي ميته. وعملت ايه؟ بليت وشربت ميته. واديك شايف بقيت سمباتيك، بس عايزه اخس كمان شويه. بص يا عفاف، انت تاخدي ابلكس. مش ده بتاع لو راجل كل؟ ايوه. ما نفعش معايا. ليه؟ اخدته من هنا وما تقولش اخدت فتح شهية. كل شوية اعدي من جنب التلاجة اكل. كده يبقى تجربي الكركمين. تروحي لاي عطار وهاتيه من عنده. وهخس يا دكتور وهبقى زي ياسمين صبري. قولي يا رب، بس تمشي عليه مش اقل من 20 سنة، ويبقى تعالي تف على وشي لو خسيتي. ليه بس يا دكتور؟ اخدعك؟ لا. اغشك؟ لا. طب يلا بقى، عشان التموين بيلف وكل الادوية اللي هنا منتهية الصلاحية. يا لهوي، معيش بطاقة. طب يلا يا عفاف، امشي لياخدوك تحر. ماشي يا اخوي، هجرب الكرومين ده واجيلك.